أهلا يا أصحابي، أنا جدكم حكيم، وجاي النهاردة أحكي لكم حكاية جميلة عن مساعدة ماما في البيت. يلا بينا نسمع القصة سوا. كان يا مكان في بنت جميلة اسمها هدى. هدى كانت بتحب اللعب والمرح طول اليوم. وفي يوم رجعت هدى من المدرسة ولقت ماما بتنظف المطبخ وتغسل الأطباق. قالت هدى: ماما أنا رايحة ألعب شوية. ماما ابتسمت وقالت لها: يا هدى يا حبيبتي، لو ساعدتيني شوية هنخلص الشغل بسرعة وساعتها نلعب سوا. هدى فكرت وقالت: طيب يا ماما هساعدك. بدأت هدى تنظف الترابيزة مع ماما وجمعت اللعبة من الأرض ورتبت الأرفف الصغيرة. ماما فرحت جدا وقالت لها: يا هدى، انت بنت شاطرة ومحبوبة ومساعدتك ليا بتفرح قلبي. خلصوا الشغل مع بعض بسرعة وبعدها لعبوا لعبة البازل سوا وضحكوا كتير. هدى قالت: أنا مبسوطة إني ساعدتك يا ماما. لما نساعد ماما وبابا البيت بيبقى جميل وقلوبنا بتبقى سعيدة. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة. وأنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.